السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ مكملين مع زينة رمضان وافكار لرمضان. اول حاجه قماش الخيش ده عرضه 80 سنتي في 40 سنتي، وده بناء على الدايره اللي انا هختارها واحطها على القماشه. تمام، الدايره دي انا اخترت الدايره الصغيره طولها حوالي 30 سنتي، فانا اخترت العرض 40 سنتي. اما لو هتستخدمي الورده الكبيره او الدايره الكبيره، فانت بتشوفي عرضها كام وبتعملي القماش الخيش دوت بناء عليها. يعني الطول والعرض بيختلف على حسب حجم الشكل اللي انت هتحطيه في المنتصف. تمام، اهو بعد ما فرغتها بقى فرغها على مهلي خالص بالراحه. دي الاشكال اللي انا هحطها، دي كسترات كده هحطها في الجنب، والدايره دي انا هحطها في المنتصف. طبعا قماش الخيش انت ممكن ان انت تتنيه لانه بينسل، ممكن تتنيه كده لو ما عندكيش ستان، بس انا عندي ستان اخترت اللون القريب منه. تمام، وبعدين هبدا ان انا اغلفه كده داير ما يدور بالستان اللي عندي. خلاص، اما لو ما عندكيش الستان مش مشكله خالص، ممكن تتنيه الخيش ذات نفسه كده لجوه، هيبقى كويس، مش هينسل معاك ان شاء الله. تمام، او هلف بقى الستان كده داير ما يدور حوالين القطعه اللي انا قصيتها كلها بالطريقه دي. بعد بقى ما لفيته داير ما يدور كده حوالين قطعة الخيش كلها، هجيب بقى الدايرة ثبتها حددت مكانها كده، وبعد كده هبدأ ألزقها بالراحة خالص جزء جزء كده. زي ما قلت لكم، اهم حاجه تثبتي الحاجه الاول وتحددي مكانها بالظبط علشان لما تلزقيها تبقى ملزوقه مظبوطه، والشكل النهائي يطلع الفينش النهائي يعني يطلع حلو معاكي. تمام، هبدا بقى القطعه الصغيره دي اللي انا قصيتها برضو هبدا ان انا اثبتها بالطريقه دي علشان تدي شكل ومنظر كده. 4 انا قصيت 4 علشان احطهم على المفرش كده. تمام، اللي انا عملته. خلي بالنا كويس ان خيط الخيش ده، قماش الخيش ده بيبقى مفرغ، فلما نيجي نلزق على سطح يكون ما يلزقش فيه الشمع. خلاص، بعد كده بقى انا عايزه اعمل الشراشيب دي، هعملها بالخيط دوت. لو ما عندكيش الخيط ده ممكن خيط الصوف اي حاجه. خلاص، هلفها حوالين ايدي 30 مره. تمام، بالطريقه دي. طبعا انا اخترت اللون البني عشان يبقى لون قريب من الستان يعني. خلاص، وبعد كده هدخل بقى الخيط، قطعه خيط طويله كده، وهبدا ان انا اعقدها مرتين. تمام، بعد كده بقى هقصها من تحت، لو محتاجه ان انا اسوي الاطراف هسويها اهو. بعد كده هقص قطعه تانية وابدا هربطها ربطتين كده، وهلفها كام لفه، وبعد كده هربطها تاني بنفس الطرف الاولاني، هربطها تاني واقص بقى الزوايا. خلاص، واخلي القطعه اللي فوق بالطريقه دي، هعمل منها 4. جبت بقى للزينه، حبيت ان انا ازينها اكتر، فجبت قطع اللولي دي وهبدا ان انا اظبطها كده. زي ما قلت لكم، اهم حاجه اظبط المكان بالظبط علشان لما الزقها الشكل النهائي يطلع كويس معايا. خلاص، هبدا بقى اوزعها كده حوالين المفرش بالكامل. تمام، بعد كده بقى هحط الشراشيب دي، هخليها اظبط اطوالها كده، وبعد كده هلزقها بقى عند كل طرف بمسدس الشمع بالطريقه دي. ال4 جوانب. وبكده يكون المفرش خلص معايا، شكله حلو قوي قوي. الحمد لله، النتيجه النهائيه عجباني جدا وعجبت البنات كمان. قولوا لي رايكم تحت في التعليقات. وطبعا العرض او الطول انت اللي بتحدديه، الطول على حسب القطعه اللي انت عايزه تحطيها فيها، يعني على ترابيزه، على جلسوار، على اي حاجه. تاني فكره معايا بقى برضو بقماش الخياميه، بس عليه اشكال شخصيات. هبدا ان انا اقص القطعه دي طبعا هي مش كامله. الجزء الاخير ده ما كانش كامل، فانا هاخد الجزء اللي على الطرف، وهعين الاجزاء اللي هي الكامله، هعمل بيها افكار تانية، فيديوهات تانية ان شاء الله.
تمام. هبدأ ان انا اقص الاجزاء دي، افردها كده عن بعضها بالطريقة دي. هبدأ بقى اقيس الطول والعرض حوالي 28 سنتي. هستخدم 3 كراتين طولهم 26 سنتي في 26 سنتي، اصغر من قطع القماش اللي عندي ب2 سنتي. تمام. هبدأ بقى الزقهم بالطريقة دي جزء جزء كده اهو، علشان يبقى قطعة الكرتون اصغر من القماشة فما تبانش، واثبتها عليها كده. هعمل كده في كل القطع اللي عندي. تمام. بعد كده بقى هجيب قطع البونبون دي وهحاول ان انا ازينها كده داير ما يدور. هربط الاشكال كده ببعضها. انا عملتهم زي براويز السنه اللي فاتت، انا عملتهم اشكال تانية وافكار تانية، فانا السنه دي حابه ان انا اغير شويه، فانا حطيتهم على كرتونه، ثبتهم على كرتونه، وبعدين هبدا الزقهم كده ال3 قطع ببعض. عايزه تعلقيهم زي براويز كده لوحدهم، مثلا كل برواز لوحده براحتك اهو. بعد ما ثبتهم ال3 هسيب جزء كده من فوق برضو بقطع البونبون، وهبدأ اخلي بالي بقى، يعني انا لو سبت 4 الناحية دي، 4 بونبونات الناحية دي، اعمل 4، اسيب 4 الناحية التانية علشان يبقوا في نفس الطول. خلاص. كمان الاجزاء اللي فاضية دي هبدأ ان انا املاها اهو. هلف قطع البونبون حوالين الشكل كله زي ما قلت لكم. مش حابين ان انتوا تربطوهم مع بعض تخلوهم براويز كده منفصلة، براحتكم، بس انا ربطتهم كلهم مع بعض كفكرة جديدة يعني. خلاص بالطريقة دي شكلها النهائي بعد ما علقتها. اتمنى تكون افكار النهارده عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي انهي فكرة عجبتكم. بس كده، مع السلامة.